ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. النهاردة جاي أتكلم معاكم على إيه هي الأسرار والأسباب اللي تنجحك في مشروع التجارة الإلكترونية. في بعض الأساسيات اللي هتاخدها وتكتبها وهتتعلمها مني هتخليك تنجح في التجارة الإلكترونية. بس قبل ما نستعرض هذه الأساسيات أتمنى منك تدعمني وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا جماعة تدعموا القناة وتدي لايك وتكتب تعليقك سواء الفيديو عجبك وتشوف باقي الفيديوهات، لأن انت كده بتدعمني وبتساعدني ان انا اكمل في صناعة المحتوى، وان شاء الله ننجح سوا وربنا يكرمنا ونوصل ان احنا فعلا نفيد الناس. ان القناة معمولة قناة كبسولة بيزنس اساسها ان انا اساعد اكبر كم من الناس سواء في عمل مشاريع البيزنس الرقمي بتاعهم او تعلم التسويق الرقمي او ياخد صورة وفكرة عن المشروعات عشان يعملها، سواء شاب متخرج سواء شاب مش لاقي شغل. فهي دي السبب لصناعة وعمل القناة. انا لما باجي اعمل مشروع تجارة الكترونية لازم اركز على 3 حاجات. اول حاجة المنتجات، طريقة العرض. تالت حاجة حضرتك هي ازاي اعمل اعلان ممول. طب دلوقتي انا دايما بقول لنفسي كل واحد يخليه في الحتة اللي هو ناجح فيها. يعني انا النهاردة عشان اعمل مشروع واروح اعمل اعلانات ممولة واروح اعمل تسويق واقعد اعمل مبيعات والناس تكلمني وارد عليهم، انا كده هعمل الاربعة؟ لا. طب انا لو عايز ابدا المشروع واجيب المنتجات بتاعتي وابدا اعمل عملية التسعير، وده طبعا ارجع له في حتة الفيديو بتاع سياسات التسعير في ضوء الظروف المحيطة. ده فيديو على القناة، اتمنى تشوفوه وتراجعوه، فيديو مميز جدا عن سياسات التسعير لاي مشروع بيزنس. انت ما بين خيارين: اولا اتعلم المشروع بتاعك خد فيه خبرة. تاني نقطة ابدأ افهم هذا المشروع ازاي تخاطب بيه العميل بتاعك وتخاطب بيه الفئة المستهدفة، زائد ان حضرتك تفهم المنتجات دي فعلا العميل محتاجها وهو فعلا طالبها. وده بيرجع لانك قبل ما تيجي تفتح المشروع الدراسة، على فكرة من اهم الاساليب في اي مشروع انك تعمل الدراسة قبل ما تيجي تفتح المشروع. احنا بنبقى فاكرين ان احنا هنروح نفتح المشروع احنا هننجح تاني يوم، بيبقى عندنا توقعات كبيرة. انا اروح النهاردة اعمل المشروع الفلاني، الناس هتيجي تشتري مني، الناس هتيجي تقف لي على المحل. مفيش الكلام ده. انت لازم تعمل الدراسة قبل ما تروح تعمل المشروع وتورط نفسك في هذا المشروع اكتر. والدراسة ديت بمعناها ان انا مثلا قاعد على الفيسبوك، قاعد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة زي التيك توك زي الانستجرام، اشوف ايه هي الحاجات اللي الناس محتاجاها اللي الناس بتطلبها. ابدا اخش على صفحات الجروبات اللي فيها بيع لمنتجات مثلا شبيهه لمنتجاتي، ايه الحاجات اللي الناس بتسال عليها كتير. طب انا لو بشتغل في مجال العطور، ايه الاصناف اللي الناس دايما بتحبها او بتشتريها؟ مثال على كده البرفان اللي اسمه خمره، او البرفانات اللي هي مثلا دايلانا او توم فورد والكلام ده كله. كل ده هيخليك تفهم السوق بتاعك المستهدف وازاي توصل للعميل بتاعك. زائد ان انا النهارده عشان اوصل للعميل بتاعي في طريقتي اعلان ممول. العميل هيخش يكلمك وهو فعلا مهتم بهذا المنتج بتاعك، وانت تبدا تبيع له وتتعامل معاه وتقول له يا فندم تحت امر حضرتك، محتاج من النوع ده ايه؟ انا عندي مثلا منه كذا وعندي منه المقاس الفلاني لو انت بتبيع ملابس، عندي مثلا كذا وعندي كذا وعندي ده بالسعر ده وده بالسعر ده. هيقول لك طب ماشي، طب في عندك شحن؟ اقول عندي شحن، وهكذا. تبدا تتعامل مع العميل بتاعك الى ان يتم عمليه الشراء وتعمل كلوزنج ديل. طب الحاجه التانية المهمه جدا حطها في دماغك في التجاره الالكترونيه، هتخلي لك عندك تميز وانفراده. كل العملاء اللي انت بتتكلم معاهم عرفهم ان انت بتحاول تقدم منتجات باسعار مميزة عن المنافسين اللي حواليك، وبتبيع منتجات وبتعمل عروض. وحاول اعمل سياسة ان انت تشتري مني قطعتين خد القطعة التالتة هدية، او انا هديك سيفونير هدية من عندي. العميل المصري بيحب ياخد من المكان اللي بيشتري منه كل الاستفادة كل الفايدة.
انا عايز اتعلم منك، حتى عايز اخد منك كل الانواع اللي عندك، عايز اخش اسال عنك الاقي الاصناف اللي انا عايزها. لو انا داخل اشتري بناطيل جينز، انا هفرح جدا لو دخلت لقيت نفسي اشتريت بنطلونين ب 600 وادتني مثلا ازازه برفان، ادتني مثلا شروال، ادتني تيشيرت صيفي، ايا كان. بس انا محتاج منك ان انت مثلا تديني هديه، اشتري 3 وخد 2 هديه، اشتري كذا واعمل كذا. هي دي السياسه اللي المصريين متعودين عليها او اللي هم بيحبوها. دي من ناتج الدراسات والخبرات اللي انا كنت بعملها لما باجي اعمل دراسه. طب حضرتك دلوقتي لازم تتميز في حته سياسه التسعير. النهارده لو انا بكسب في منتج 50 جنيه، بس المنتج ده انا بيجيلي منه كم اوردرات 50 اوردر، ومنتج تاني بكسب فيه 100 جنيه، والمنتج التاني ده مثلا بيجيب لي 40 اوردر، ماشي. هل انا ابص للمكسب العالي الاوردرات الكتير حضرتك؟ بس يقارن هذا الاتجاه في سياسة مشاريع التجارة الإلكترونية على اختلاف المنتجات، إن حضرتك يبقى عندك سرعة في اتخاذ وتنظيم الأوردرات ديت، إنك تطلع بسرعة. يعني حضرتك لو عندك ستوك يكفي هذا الحجم في بيتك مثلا او في المخزن بتاعك، ابدأ خد الاوردرات دي بسرعة وطلعها عشان العميل ما يغيرش رأيه. طب تاني نقطة، انا النهاردة بعمل سياسة التسعير بتاعتي ان انا بجذب العميل لعملية تنشيط المبيعات. طبعا دي فيها كلام كتير قوي هنتكلمه في عملية تنشيط المبيعات، لان العروض من اهداف تنشيط المبيعات. السعر المناسب على العميل من اساليب تنشيط المبيعات. ان انا بدل ما اجي اطلع 20 اوردر، لا اطلع 100. طب وهطلع 100 اوردر في مكسب 50 جنيه، واحسب هذا الربحية. لو طلعت 100 اوردر في 100 جنيه برضو مكسب كويس. وفي نفس الفرصة انا بقول لك ان السوق المصري المنافسة جدا عالية جدا، فاللي هيميز نفسه سعر نهائي للعميل، جودة مميزة، طريقة في التعامل، وطريقة لفهم احتياجات العميل بتاعه. افتح علاقة ثقة ما بين العميل بتاعك. عملية البيعية محتاجة ان انت تفتح ما بينه علاقة ثقة، وعلاقة تتكلم معاه، وعلاقة مرضية للعميل بتاعك، وتفهم احتياجاته، وتفهم هو محتاج ايه، وتعرف منه ان هو مثلا ايه المنتجات اللي هو بيحبها، ايه الحاجات اللي هو منتظر ان هو يشتريها منك، او مثلا الحاجات اللي هو بيفضلها. دي حاجات اساسية. ده بيتم عن طريق طرح الاسئلة للعميل وفهم الاحتياجات بتاعت العميل بتاعك. زائد اهتم، وانا بقول تاني اهتم، دي من الاسرار، اهتم بالسياسة التسعيرية اللي انت بتقدمها للعميل بتاعك. الاسعار بتاعتك تختلف على طبيعي عن المحلات الموجودة في الشارع، او المحلات اللي هي في الاحياء في القاهرة وفي الجيزة. لازم تميز نفسك بحاجات عشان العميل يسيب كل المنافسين دول ويجيلك. السياسة التسعيرية، الجودة، عملية المعاملة. وتاني رابع حاجة، ودي مهمة جدا بتبني الثقة ما بينك وما بين العميل، هي خدمة البيع ومتابعة الاوردرات ومتابعة مشاكل اي اوردر. وزائد ان انت لو في مشكلة حدثت مع العميل تتدخل على طول وتصلح المشكلة بدون ما تجيب على نفسك خسارة كبيرة. تخش صلح الموضوع، لو الغلط منك اعترف بغلطك واعتذر للعميل وقول له انا اسف لحضرتك ومعتذر ان الخطأ ده مش هيحصل تاني. وحاول طلع نفسك بصفة ان انت متدخل بقمة الذوق، انك تحل المشكلة عشان ما تضايقوش. وحتى يا عم اتكلم في الشحن وروح هات منه المنتج ادام انت السبب في هذه المشكلة. هذا هو خدمة العملاء. السياسات البيعية برضو ان انا اتعلم ازاي اشتري. في اوقات وانت بتشتري جملة بتبقى الاسعار فيها قليلة، اوقات تانية الاسعار بتبقى زايدة. اسعار بتبقى زايدة في اوقات المواسم، الاسعار بتبقى قليلة في الاوقات اللي المصانع بتعمل فيها اوكازيون مثلا، او لو انت معاك منتجات جاية من الصين في الاوقات اللي الطلب على المنتجات دي قليل. ممكن تروح لواحد تاجر جملة تقول له طب انا هاخد منك الكمية الفلانية 100 200 قطعة، بس اديني سعر كويس وهديك فلوس كاش. طبعا كلها سياسات واساليب هتنجح المشروع بتاعك وهتميزه. وان شاء الله انتظروني في الجزء الثاني من سلسلة التجارة الالكترونية بين الواقع والتجارة. السلام عليكم ورحمة الله.